هذا كما قلت هذه 5 الصلوات إنما تؤدى في المساجد. لماذا؟ لأن الذي أوجب الفرائض المكتوبة أوجبها في المساجد، وما بنيت المساجد إلا لذلك. قال الله في القرآن وهو يتكلم عن صلاة الخوف وفي الحرب: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الحرب طائفة تصلي معك جماعة، ثم قال: ولتأتي طائفة أخرى. انتهت الطائفة الأولى تأتي الطائفة الثانية وينتظرهم الإمام لا يسلم، وإنما يسلم بالطائفة الثانية، وهذه كيفية من كيفيات صلاة الخوف. إذن حتى في الحرب والقتال وهم يتهيئون وفي الصفوف والأسلحة معهم يصلون جماعة، لا يتركون الجماعة. يأتيه رجل أعمى: يا رسول الله هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. ما دام أنك تسمع النداء فيجب أن تلبي لهذا النداء، لأنه من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وجاء عنه بسند صحيح: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، يعني أنه فرط وترك واجبا. وكان الصحابة يفتون بذلك، بل كانوا يجعلون المتخلف عن صلاة الجماعة من أهل النفاق، يسيئون الظن به، قل لعله لحق بأهل النفاق، وإلا كيف يتخلف عن صلاة الجماعة؟ كما قال ابن مسعود، وأثر ابن مسعود في صحيح مسلم، قال: ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. معلوم النفاق يعني انظر إلى نفسك، هل أنت من هذا الصنف ما دام أنك تتخلف عن صلاة الجماعة؟ لأنه لا يتخلف إلا هذا الصنف، المنافق المعلوم في نفاقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأنهم كانوا في ظلام فيختبئون أهل النفاق حتى لا يراهم أحد، لأن المنافق يستتر لا يظهر نفاقه. لماذا سمي المنافق منافقا؟ يظهر الإسلام ويبطن الكفر، حتى إن من شدة تسترهم كان بعض المنافقين لا يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعض المنافقين عرفهم لأنهم يظهرون نفاقهم في فلتات ألسنتهم. قال الله: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. انظروا كيف كانت العقوبة مشددة بالنسبة للمنافق: سنعذبهم مرتين، لأنهم أشد من الكافر الأصلي. الكافر الأصلي يظهر كفره ويأتي ويصد عن سبيل الله ويقاتل كافر، أما هذا معك في الصف يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر كالكافر الأصلي، فيكون أشد عداوة. لهذا قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فانظر إلى حالك، هل أنت من هذا الصنف؟ بمعنى أنك تتشبه بأهل النفاق فتجعل أهل الإسلام يسيئون الظن بك لأنك تتخلف عن صلاة الجماعة. لهذا ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة وبسند صحيح كان يقول: إذا تخلف الرجل عن صلاة الفجر، ونص على هذه الصلاة: إذا تخلف الرجل عن صلاة الفجر أسأنا الظن به، يعني كنا نقول لعله لحق بأهل النفاق، أسأنا الظن به. ابن مسعود لما ذكر أهل النفاق وحذرك من النفاق وأن هذه من صفاتهم قال: وإنه كان يؤتى بالرجل، هذا الصادق الصحابي المؤمن، كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقف في الصف، مريض ولا يستطيع أن يمشي بسبب مرضه، مع ذلك لا يترك صلاة الجماعة، فيهادى بين رجلين، يعني هنا وهنا، يعاونونه ويساعدونه حتى يوقفوه في الصف. وهذا في صحيح مسلم: يؤتى بالرجل حتى يقف في الصف يهادى بين الرجلين. هذه صلاة الجماعة. قل لعبادي، هكذا يقول الله: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. قل يعني يا رسول الله أمر المؤمنين يقيموا الصلاة. هذه الصلاة عندما نقيمها لها أركان، لها شروط، لها خشوع، تصلى في الجماعة، لأن الرجل قد يصلي الصلاة وما يخرج إلا بعشرها، بثمنها، بربعها، بثلثها. وهذا هو الفرق، أنت تصلي في الصف وبجانبك أيضا المسلم على يمينك وعلى يسارك، أنت تخرج بعشر فقط، لأنك لم تأتي بالصلاة كما أراد الله،
من أركانها وشروطها وواجباتها وخشوعها الذي هو لب الصلاة، الخشوع. يعني الإنسان إذا صلى وانتهى من صلاته لا يدري ما صلى، ولا يدري ما قرأ الإمام، ولا يدري كيف ركع، فكيف سيخرج بثواب هذه الصلاة؟ لهذا قال يقيم الصلاة، هذا من إقامة الصلاة بخشوعها، بأركانها، بشروطها، بوقتها، في جماعتها، مع أذكارها، مع رواتبها إن كان رواتب قبلية أو بعدية.